ودايما حطي في دماغك ان لو بعد شر عليكي انتي حصل لك حاجة وانتي بتشتغلي، تاني يوم الشركة هتجيب حد غيرك عادي جدا، لان الشركة مستحيل تقف على الموظفة الفلانية، لكن البيت هيقف على الام الفلانية. دي بتبقى كسرة جامدة قوي للبيت، ربنا يديك الصحة طبعا. فما تبصيش للموضوع على انه انا بنت الشركة وانا كبرت في الشركة. لا ده مش حقيقي، مفيش حاجة اسمها كده. مفيش حاجة اسمها انا الشركة دي بتاعتي، انا كبرت هنا، انا اتربيت هنا، انا عملت اسم. مفيش حاجة اسمها بنت شركة. والله لو مين، لو الشركة قررت تستغنى عنك في يوم من الايام هتستغنى. ده مصطلح بس وحاجة احنا بنحاول نصبر بيها نفسنا عشان نكمل في المكان، وده الكومفورت زون بتاعتنا واحنا لا، احنا دايما بنفكر في ولادنا. هل ده معناه ان اي ام بتشتغل وبتسمعني دلوقتي او بتشوفني ده معناه ان هي ام مقصرة؟ لا بالعكس، انتي خطيرة، انتي ممكن تعملي حاجة الرجالة نفسها ما تقدرش تعملها، وانا I really mean it، وانا اعنيها بجد. هاتولي راجل الا قله قليله يعني اللي يقدر يشتغل، يصحى الصبح يحضر لانش بوكس ويوصل مدرسه ويوصل حضانه ويطلع على شغله، يدخل ميتينجز ويخلص شغله، يرجع يحضر اكل للولاد، يودي تمرين، يعمل هومورك، يخلص الكلام ده كله، يحضر عشاء للولاد، ينيم الولاد ويخلص ويلاقي وقت لنفسه. يو بودكاست مش مجرد كلام،